السلام عليكم متابعين قناتي حلويات ام حمزه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم الحلوه ديال الفويتين، الحلوه اللي دايره ضجه واللي هشيشه وزوينه بزاف وكتجمع ما بين الحلاوه والملوحه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه والمقادير ونتمنى تجربوها ما تندموش. المهم ان شاء الله اليوم غتشوفوها على طريقتي. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 ديال لي بواط ديال الزبده لابريري بالوزن 200 غرام، وعندي هنايا 24 فرماجه. بالنسبه لهذا القياس هذا غندير فيه انا 24 فرماجه. نتوما تقدروا تقسموا المقادير، انا هنا عندي عجينه كبيره. كل بواطه من دوك البواطات فيها 200 غرام ديال الزبده. وبالنسبه للانواع ديال الزبده اللي ممكن انكم تخدموا بها هذه الحلوه وتصدق زوينه، اول نوع هو الزبده الحيوانيه، كتجي بنينه بها بزاف وكتجي لذيذه. وبالنسبه اللي كتجي غاليه في الثمن يقدر يستعمل لابريري، هي كتعطي واحد المذاق اللي زوين. بالنسبه للمارغرين ما كتجيش بها زوينه، يعني ما ننصحكمش انكم تخدموها بالمارغرين، تخدموها هكا بزبده حيوانيه اولا زبده نباتيه. صافي من بعد ما كنديروا زبده كنزيدوا الفرماج. غنستمر انا هكا حتى ندير 24 فرماجه كامله. هاد الحلوه صراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه، واليوم ان شاء الله غنشاركها معكم على طريقتي انا، كل واحد والطريقه اللي كدير فيها. بالنسبه للطريقه ديالي انا كتعطي كميه اللي وفيره وكتجي زوينه حتى في المذاق. كنعتذر منكم على الغياب، صراحه الوقت ما كيساعدش، هكا كتكون الخدمه والزحام ما كيساعدش الوقت نهائيا للتصوير، وفاش كنلقى الفرصه راني كنخطف شي فيديو باش نشاركه معكم. نستمر هكا حتى نكمل الفرماج اللي عندي كامل. هنا كما كتشوفوا غنزيد السكر كلاصي، كل زبده كل 200 غرام تندير لها كاس ديال السكر. يعني هنا غندير 4 ديال الكيسان ديال السكر كلاصي وغادي نغربلو. كما قلت لكم هذه طريقتي انا. وغادي ندير 4 ديال الفلون كراميل، كل بواطه فلون واحد. بالنسبه للناس اللي يبغيو ينقصوا الكميه ديال المقادير. هذا الفلون كراميل كيعطيه واحد المذاق زوين، وحتى اللون كيعطيه واحد اللون ذهبي زوين، والمذاق كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. ضروري من هذا الفلون هذا هو اللي كيعطيها مذاق زوين. وغادي ندير 4 الكيسان ديال زيت نباتيه. بالنسبه لهاد الحلوه هذه راه بدون بيض، يعني الناس اللي عندهم حساسيه البيض وما تياكلوش البيض هاد الحلوه مناسبه ليهم. وما ننساش حتى الملحه حتى هي، كدير واحد المعلقه كبيره ديال الملحه.
وكنبدا كنخلط هاد المقادير هادو حتى كتولي عندي واحد الكريم. كنخدم معاه بشويه حتى كينسجموا ليا هاد العناصر او المقادير. ما خاصش دوك الحبيبات ديال الزبده يبقاو، خاص نخدمو حتى يخففوا دوك الحبيبات وبشويه بلا ما ندلكو، يعني كنحاول نخدمو بلا ما ندلكو. صافي كنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه وحنا كنخدمو. بالنسبه للدقيق ضروري يكون الدقيق الممتاز ديال الحلويات. هاد الحلوه صراحه كتجي زوينه بزاف وما تشبعوش منها، وخفيفه ولذيذه صراحه، كيحماقوا عليها الناس وحتى الكليان كيحماقوا عليها، ما كتبقاش نهائيا، كيبغوها الناس بزاف، حيت فيها واحد النتيجه ما بين الملوحه وما بين الحلاوه، كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. الملحه هنايا راه كنت نسيتها حتى الاخر عاد ضفتها تقريبا معلقه كبيره. بالنسبه للملحه كنزيدها غير باش نعزز ديك الملوحه اللي كاينه اللي خصها تكون في الحلوه، واخا دايرين الفرماج كنزيدوها باش كنزيدو نعززو كما قلت لكم داك المذاق ديال الملوحه. صافي هنا العجينه كما شفتوا كتكون ما قاصحاش بزاف وما مطلوقاش بزاف، كنخدمها هكذا حتى كتنسجم وما تندلكاش. كما كتلاحظوا يعني كنحركها كندورها، راه ما درت لا تسريع على اول الفيديو، راه واضح جدا، يعني ما فيش حتى شي حاجه ما درت ليه لا مونتاج لا والو، ما درت ليه ما زدت عليه حتى شي حاجه، خليته كيف ما هو، راه واضح بشويه. نتمنى ان شاء الله كلشي يكون واضح لكم. صافي هنا غير كندمجها بشويه بشويه وصافي بلا ما ندلكها. وهنايا كيف ما تشوفوا معايا غادي نبدا كنسرح داك، كنقطع القياس اللي غادي يلق ليا باش نحربلو. هنا انا غنشكل حرابي، نتوما تقدروا ديروا كويرات، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها. بالنسبه للتشكيل كيبقى لكم اختياري، يعني كتختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو والنتيجه راها وحده والمذاق واحد. يعني بالنسبه للشكل كتختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو. هنايا انا عندي هذا هو الشكل اللي مطلوب، غنخدم عليه ان شاء الله، اللي هو هكا كتحربل وكتقطع وسهله في الخدمه، يعني كتوجد لكم في واحد الوقت اللي واجز، ما كتاخذ لكمش وقت بزاف، ما كاين لا طابع لا حتى شي حاجه، داكشي بالزربه، وكتحصلي على واحد الحلوه اللي زوينه بزاف ومطلوبه حتى في المذاق، يعني كتكال ماشي كتحط وترجع، كتكال ديال بصح صراحه. دوازه احسن دوازه ممكن ديروا صراحه.
وهاد الحلوه هادي كتجي على ضمانتي اكثر من رائعه. وهاد الطريقه اللي عطيتكم انا راه كتعطي واحد الكميه اللي كبيره، حيت كل واحد الطريقه اللي كيدير فيها. انا هذه طريقتي كتعطي واحد الكميه وفيره واقتصاديه. المهم انا مستمره معكم هكا حتى نكمل ان شاء الله الكميه اللي عندي. راه الطريقه واضحه وسهله وباينه، يعني اي وحده مبتدئه في الحلوى تقدر ديرها، ما محتاجه حتى شي مجهود اللي كتير ولا شي تركيز اللي كبير. يعني سهله صافي، كتعجنها كتبدا تحربل كتقطع صافي، ها انت تعمر في اللاطه وصافي ها انت واجد. بالنسبه للقياس هكا عينك ميزانك، مش ضروري انك تعبر ولا شي حاجه، كتحاول ما امكن تجيبهم قد قد. صافي من بعد ما كملتهم غنديرهم يطيبوا على عافيه مهيله. تقريبا واحد 21 دقيقه تقريبا تيكونوا واجدين كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. باش ندوزو ان شاء الله نفينيوها، يعني خاصها تبقى ذهبيه ما تحمرش بزاف، يعني طيب على عافيه مهيله باش كطيب حتى من الداخل ما كتبقاش خضره من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما دوزناها في الشكلاط ودوزناها في الفويتين. اللقطه صراحه ديال باش دوزتها في الشكلاط هنايا ما تصوراتليش، ولكن كما قلت لكم كدوزوها في الشكلاط الابيض من بعد كتفندوها في الفويتين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بلايك وشي كومونتير محفز، واللي مازال ما اشتركش يشترك باش يوصلوا كل جديد. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.